قفشه بيحتفلوا في الاهلي وبيعاقبوه. في الاهلي بيحتفلوا بمرور 5 سنين على توقيع قفشه، ما اعرفش هو زي النهارده ولا عيد ميلاد توقيع قفشه في الاهلي. قفشه طبعا ليه ذكريات مع جمهور، مع جمهور. وروا لي كده الفيديو يا جماعه وانا بتكلم. بص، علي كده. خمسة عليكم خمسة. قفشه طبعا بيشاور بايديه بيقول خمسه. 5 سنين. وحسين الشحات طبعا بيهزر معاه. قفشه بيحتفل بمرور 5 سنين على توقيعه للانتقال للنادي الاهلي من بيراميدز. بص يعني قفشه راح للاهلي من بيراميدز، والقضيه الثانيه كانت في قلب شباك بيراميدز لاجل الحظ يعني. فقفشه ليه علامات مع الاهلي لن تنسى، التاريخ لا يمكن ينسى القضيه بتاعت 2020 مع الزمالك، لان ماتشات في افريقيا اللي هي تسفر عن لقب. يعني الاهلي والزمالك اتقابلوا في افريقيا كتير، في دور الثمانيه، في دوري المجموعات، كتير حصل يعني. لكن ان هي تسفر عن القاب دي ما تتنسيش. كاس السوبر 94 الزمالك كسبه بالجول بتاع اي كابتن ايمن منصور، ايمن سوبر حتى اتسمى من وقتها كده. و2020 الاهلي كسب لقب دوري ابطال افريقيا من الزمالك 2-1، والجول الثاني اللي جابه قفشه. فالماتشين دول لا ينسى يعني، ما حدش يقدر ينسى الماتشين دول. قفشه كان صاحب القضيه في 2020، عشان كده ليه علاقه خاصه بجمهور النادي الاهلي من ساعه القضيه. ممكن في نفس الوقت ده قفشه اللي كان عامل اعتذار على السوشيال ميديا وان هو لعب ما كانش كويس الماتش اللي فات، وكان طالع زعلان وقال للكابتن خالد بيبو ده انا زعلان وبتاع، فاعتبروه ان هو كان معترض على التدريب، وفي كلام انه خد غرامه 200,000 جنيه وكل الكلام اللي اتقال ده. لكن في الاخر هو قفشه يعني بيقول لك انا متضايق من نفسي، انا مش كنتش قاصد اعتذر عن اعترض على التغيير. انا مش مبسوط من نفسي، لا صنعت ولا سجلت، وانا طول الوقت بتخانق ان انا عايز العب اساسي. فلما تجيلي فرصه زي دي وبلعب اساسي وما اعملش حاجه، ده حاجه ضايقتني جدا. وكان يومي كان الداي اوف بتاعه. طبعا هو اتدارى في النتيجه، الاهلي كسب 4-1، فاتدارت القصه دي ان قفشه عمل القصه او كان متضايق وهو خارج، او كان في المباراه كان شايف نفسه مش حلو، فهو اتدارى في النتيجه. الاهلي كسب 4-1، فكانت نتيجه كبيره غطت على اي حاجه في المباراه. لكن الاهلي وقع عليه عقوبه 200,000 جنيه، وحتى الان الاهلي رافض اعارته. يعني مارسيل كولر رافض اعارته، الاهلي رافض اعارته، بيقول لك الاهلي نص مليون دولار اللي عرضه من نادي الوحده، مبلغ مش مغري علشان خاطر اعير محمد مجدي قفشه بهذا الرقم الصغير. فقال لك لا يعني المبلغ لا يستحق ان احنا نوافق على هذه الاعاره. احنا عارفين انه كان في كلام ان رضا سليم رفض، الاهلي رفض العرض اللي جاله من المغرب، من الوداد والرجاء وبعض الانديه المغربيه كانت عايزاه نتيجه المقابل ضعيف، وان مارسيل كولر كان موافق ان رضا سليم يمشي لما يجي له بديل قوي. بدات تظهر تاني كلام انه بيتراجع مارسيل كولر، قال لهم اي مبلغ يجي، حتى انا لا، رضا سليم يكمل معايا الموسم الجاي. تطور مستوى رضا سليم في الفتره الاخيره الحقيقه في الماتشات اللي لعبها مع الاهلي، ورب ضاره نافعه. هو لولا طاهر اتصاب في التسخين من ماتشين، فرضا الماتش المصري اعتقد، فرضا سليم اللي بدا فعمل ماتش كويس، الماتش الثاني بدا ماتش كويس، قبلها كان بينزل كبديل عمل ماتشات كويسه. فبدا كولر يقول لك لا، ده رجع تاني يظهر مستواه من ساعه ما جاله اصابه كسر الترقوه. كان ماشي كويس اول ما جه، وبعدين غاب شويه للاصابه، وبعدين ما قدرش يرجع بعد الاصابه لمستواه اللي احنا عارفينه بيه. بدا الكلام انه ممكن يعار، لكن الماتشات الاخيره رضا سليم عملها بشكل كويس جدا، وكولر رافض اعارته دلوقتي نهائيا. كل الكلام، والكلام ده علشان بس التوضيح، اللي بيتقال عن تهديد كولر لفسخ التعاقد بتاعه مع النادي الاهلي غير صحيح. تاني، كل الكلام اللي بيتقال عن تهديد كولر لفسخ التعاقد بتاعه مع النادي الاهلي او عدم الاستمرار نتيجه ان هو وانه جاي له عروض من السعوديه وان فلوسه متلتله كل الكلام ده فيك، عشان بس ايه الكلام يبقى واضح. فيك. الراجل نفسه كولر نفسه، والناس دي ما بتكذبش، مش بتاعت افلام يعني، طلع من ماتشين في المؤتمر الصحفي قال لك انا لسه بقالي سنه مع الاهلي ومكمل. هو نفسه قال كده. لكن فكره ان هو متضايق ان الصفقات ما خلصتش لسه اللي عايزها، متضايق. لكن هدد بفسخ التعاقد وانه هيمشي ومش هيكمل، لم يحدث. اكتر حد انه مكمل بالتجربه وسعيد بيها وبالجماهيريه الاهلاويه والاحساس اللي عايشه ونبض البطولات اللي بدا بينفر في عروقه طول الوقت، هو مارسيل كولر نفسه.
فكل الكلام اللي على القصه دي كلام مش صحيح نهائيا، عشان بس الكلام يبقى واضح. متضايق ان لسه الصفقات ما خلصتش، انما اللي عنده وعد ان في 3 صفقات سوبر هيخلصوا في نص الملعب والباك ليفت والمهاجم. في 3 صفقات سوبر واخد وعد بيهم. الباك ليفت مع اصابه علي معلول، نص الملعب مع رحيل اليو ديانج، والفرود اللي هيبقى جنب وسام ابو علي. هو واخد وعد كامل، وكمان في اضافه جناح ممكن يبقى مكان بيرسي تاو. وعلى فكره بيرسي تاو خرج من القائمه بتاعت ماتش بكره. في واضح ان الراجل مش يعني متضايق منه جدا، لان هو كان مصاب وراجع، ما عندوش يعني فكره التدوير وما تدوير. ما اعتقدش ان بيرسي تاو محتاج ده او عنده ده. فبيرسي تاو خارج قائمه النادي الاهلي. وهو مين بقى؟ محمد عبد المنعم. لسه كنت من كام يوم بكلمكم اقول لكم ده محمد عبد المنعم بيشتكي من توالي المباريات، وبيقول لك انا لاعب يعني في 57 ماتش، ولسه في 7 ماتشات في الدوري قبل الماتش اللي فات ما يتلعب بتاع الاهلي يعني. فالراجل استبعد محمد عبد المنعم. وخد بالك بيرسي تاو ما شاركش اخر 3 ماتشات، فاستبعد ليه ما تفهمش. في حاجه الراجل مش راضي عن اداء بيرسي تاو في التدريب. هو كولر كده ما بيهزرش يعني. فكولر استبعد بيرسي تاو، استبعد كمان محمد عبد المنعم. خد بالك عبد المنعم كل ماتشات كتير كده يريحه مره، يعني اخر مره ريحه يمكن في يونيو اللي فات ماتش الداخليه. قائمه الاهلي مصطفى شوبير ومحمد الشناوي ومحمود الزنفولي. خط الدفاع ياسر ابراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، عمر كمال عبد الواحد. خط النص اكرم توفيق، مروان عطيه، حسين الشحات، امام عاشور، قفشه، رضا سليم، كريم ندفد، محمد عبد الله الصاعد، احمد عبد القادر رجع بعد غياب احمد عبد القادر، نقول له الحمد لله على السلامه بسبب الاصابه، وسام ابو علي ومحمود عبد المنعم كهربا.